كله يسمع. شخشخت بالظهر ما نصفنيش ولا مرة، وراهنت بالمهر والبقشيش على مرة، والسجن للحر وإن كان مر ولا مرة فكرني بالتوبة من دي نوبة ولا مرة. والسجن للحر وإن كان مر ولا مرة فكرني بالتوبة من دي النوبة ولا مرة. ترد هذه القصيدة في بداية الحلقة دائما، وهي لأحمد فؤاد نجم. السجن مليء بالصور، مليء بالأحداث، مليء بالذكريات. في هذه الحلقة الماتعة الطويلة طفنا مع عبد الله ناصر، وهو ضيف هذه الحلقة الرئيسي وضيفها الوحيد. حدثنا فيها عن صور من حياة السجن في مصر، عن النوم، عن الأكل، عن الزيارة، عن علاقته بأصدقائه. وصدق فيه قول المتنبي إذ يقول عن مصر: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. هذه الحلقة تحمل الكثير من الألم والأمل والضحك والحزن والبكاء والنحيب على حال السجون المصرية بعد يوليو 2013 ل10 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عنبر كله يسمع. عنبر كله يسمع هو بودكاست مصري يوثق الحياة داخل السجون المصرية بعد انقلاب يوليو 2013 من أفواه ساكني الزنازين. من أفواه ساكني الزنازين سابقا، لأنه هذه هي الفرصة الوحيدة للقائهم. بودكاست عنبر كله يسمع في حلقة جديدة بعنوان صور من حياة السجن. يسعدني أني أستضيف الصديق العزيز عبد الله ناصر. عبد الله، أنا سعيد أنه بنصور هذه الحلقة مع بعض، مش عن طريق الإنترنت، مش عن طريق زوم. الحمد لله. والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة مرتين، مرة لخروجك يعني القريب من السجن، والمرة الثانية لخروجك من مصر، وربنا يعيدنا ليها يعني سالمين مرة أخرى. عبد الله، بداية مين هو عبد الله ناصر؟ أنا أعرف زي ما كنت بعرف في السجن. طيب أنا بس أحب يعني أسمي بلما إحنا في عصر مادي شوية، زي طه عبد الرحمن بيقول إن الأفكار عموما الفلسفات الغربية يعني هي كانت أفكار في الأصل دينية، بس هي تنكرت للفلسفة الدينية وبقت مادية. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الذين أناروا لنا الدنيا من بعده والتابعين. أنا عبد الله ناصر منصور من المنصورة مصر كتعريف، يعني كنت بتعرف في السجن. عندي 31 سنة، خريج حسابات ومعلومات. القسم بتاعي كان IT. بس يعني مش متجوز، عزب طبعا يقولوا بيضيفوا دايما في تعريفك انت في السجن دايما لما تخش زنزانة جديدة بيعملوا القعدة الأولانية اللي هي في قاعدة تعرف بعد ما تقعد كده لازم تقول فيها انه موقفك من الجواز. ايوه كل حاجه، انت لما بتقول كل حاجه اعزب او مثلا متجوز ممكن تقول معايا استشارد، بس ده مهم. دي مهمه. طيب عبد الله، انت من خلال معرفتي بيك انت اعتقلت كتير، يعني عدد المرات مرتين. بس الفتره اللي قعدتها اول مره قعدت فيها قد ايه؟ هي اول مره طبعا في اوج الازمه كانت في 2014 12 يناير 2014. دي الحبسه الاولانيه او الحبسه الحقيقيه يعني. وقعدت فيها 4 سنين ونص. 4 سنين ونص. طبعا اتحكمت على دوائر ارهاب اللي هي الدوائر الخاصه، خدت 10 سنين. وبعد ما النقض اتقبل وكده والحمد لله نزلنا 3 سنين، كنت مقضي 4 ونص. فبعد ال4 ونص انت كنت محكوم ب3 سنين فطلعت. خلاص قضيت بزياده يعني. خدت تعويض على لا يعني عشان مصر بقى يعني ما خدتش طبعا. انا كنت واخد 3 مراقبه، فانا راقبت 3 سنين كمان في القسم خلصتهم. وكنت بتابع في امن الدوله، يعني كنت بروح مره في الاسبوع القسم الحمد لله مش كل يوم، ومره في امن الدوله 3 سنين. 3 سنين. اذا انت الوقت القعده عند الحكومه 7 سنين بالظبط. وبعد كده كان في اعتقال تاني.
في 21 في في اخر سنه 21 2021. شهر 11 قعدت 4 شهور. ده خفيف. ده بقى اللي هو اختبار قسري وقضيه اصلا ما فيش قضايا، فانت بتنزل على قاضي. الحمد لله ما نزلناش عليا يعني، فبتنزل قاضي اخدت سنه بعد كده بتتبرأ. لان لو هبتدي معاك الحكايه من اولها واسالك انت ليه كنت هدف للاعتقال اصلا في 2014 في شهر يناير؟ يعني ايه اللي خلاك تخش سجن؟ ايه اللي خلاهم يعتقلوك؟ اشمعنى انت؟ والله لو السؤال ده بشكل خاص ولا بتعميم، لو انا اصل في ناس كتير اتمسكوا يعني، مش انا بس، يعني عبد الله زيه كتير. انا ما بحبش اتكلم عن عبد الله بس، عن الحاله كلها يعني. انا اعتقلت في بعد فتره من المظاهرات، يعني كان بعد مظاهره، كان في عندنا مظاهره في المنطقه في المنصوره، فكانت الاعتقالات العشوائيه تعالى تفتيش واركب، وبعدين ما نشوف بقى هنطلعك ولا لا. فطبعا اغلبيه الوقت مش هتروح، انت مش هتروح. فانا اتخذت تقريبا بيني وبين البيت مثلا 500 متر، قريب من شارعنا يعني. برضو كل واحد يعني، اسلام كان متاخد اصلا الظهر من الجامعه، طالب في هندسه. دكتور محمد برضو متاخد في حته، بس الحمد لله القدر جمعنا وبقينا قضيه واحده. قضيه واحده وشلناها كانت. كلها. وشلتوا يعني ال 10 سنين يعني اسلام كلهم. ده احنا عرفناه يعني. ازيك يا اسلام عامل ايه؟ انت ايه اللي جايبك؟ انت قاعد هنا من الظهر مستنينا عشان يخش معانا. صحيح. فطبعا حظه كان وحش يعني. يعني هو تقريبا احنا ما كناش جينا، كان ممكن هو يمشي، هي ماشيه كده اصلا. انت دايما بيكون عندك لما بتكلم معاك عن السجن وطال الحديث بصراحه زمان من ايام كلاب هاوس لما اتعرفت عليك وقتها، وانت دايما عندك تفكيك كده لفكره السجن نفسه، ولان ازاي قوات الامن او الامن في مصر مدور موضوع الاعتقال. خلينا نتكلم بكل بساطه يعني. وكنت مره قلت لي انه لا، هي ماشيه بسيستم معين. ايه السيستم بتاع الاعتقال في مصر؟ ازاي الناس بتعتقل؟ يعني اشمعنى ده بيحطوه في قضيه كبيره وده بيحطوه في قضيه صغيره؟ هو عشان بس نتكلم بشكل يعني دقيق، المساله في مصر ماشيه بسيستم، يعني ماشيه بنقيضين، بسيستم وعشوائي. يعني هو مش كل اللي بيعمل مدبر ليه، لكن هو في سيستم بيحيط العشوائيه دي والتدبير. فالاعتقال في مصر شقين. انا شايف ان شق اللي هو الناس اللي متوصي عليها، ده بيتم حط منهجيه ليه طول ما انت في السجن. طيب انت شخص زي عبد الله مثلا، مش مشهور ولا معروف ولا مين كده. قال؟ بس انا سمعت انك كنت مشهور كتير. خلينا نقول يعني بتخش في السيستم القديم اللي مبني من زمان، اللي هو انا بعتبره مش دقيق قوي، فبتمشي فيه. هتخش السجن وهيتعامل على حسب قوانين كل سجن. لكن انت لو معروف او كده بتتحط في سجن وبيتم تنفيذ اسلوب معين معاك. ففلان ده مختلف عن فلان ده، فهي درجات. فزي مثلا فترات برضو في مصر بتمشي بطريقه معينه. يعني في فتره من 2013 ل مثلا نقول 15 لان كنت جوه، الاعتقال كله هات عبي، يعني عشان الحاله الثوريه دي تخمد. بعد كده لا، انا عايز ناس معينين. يعني هي كل مرحله لها وضع، فاهمني؟ فهو بدا ان هو طبعا زي ما احنا كنا بنقول، كان في مش عارف كام 60,000 مثلا. انا مش عارف الرقم ده كان مظبوط قوي، لكن الرقم ده بيفضي. بس لازم يبقى دايما في كتله حرجه موجوده، في مجموعه هو متحفظ عليها دائما بالزبط. موجوده جوه السجن. رقم معين توصل. رقم او نموذج، او ان انا في حد مثلا مش معروف قوي بس انا هخليه نموذج. ممكن بالبلدي بيقول انا هخليه عبره. بس هو نموذج. مجموعه من الناس معتقله. 2014 اعتقلوك من عند البيت. تمام. بعيد عن البيت، مش فتره، مش مسافه كبيره. بعد كده دخلت انت بقى في الدوامه. كيف بدات هذه الدوامه من اول التحقيق الاولاني اللي في الاسم لغايه المحكمه؟ هو لازم الموضوع لازم نحكي فيه. انا اسف انه ساعات بيكون مؤلم، لكن هذه شهاده للتاريخ. والله انا اتخذت بين الاسم والمنطقه اللي احنا اتخذنا فيها انا ومحمد، كانت كيلو مثلا، كيلو ونص ده اخدته ضرب لحد الاسم. ما بتضرب بس يعني ما فيش شتيمه، كان في شويه شتيمه كده. هو انا بصراحه انا كنت بتعامل مع الموضوع بشكل يعني غير ما الناس كانت بتتعامل. يعني انا اتعامل لنا كمين منسمين وقوات خاصه وحاجه كبيره. ففي استفزاز بقى، تعالى منهجيه بقى الاعتقال
ان انا اطوعك للتحقيق. تمام. فانا دايما بتعامل بالموضوع العكسي يعني. فهم مسكوني فانا عمال اضحك. بتضحك على ايه؟ ده انتوا قتلتوا الناس في سينا. يا عم انا قتلت مين في سينا؟ انا رحت سينا اصلا قبل كده. فلا، هو لازم انت اللي قتلت ناس في سينا. فركبوني في البوكس، فتشوا الشنطه بتاع. هم طبعا دايما الناس كانت بتبص لي شويه باستغراب، بيقول هو انت مصري؟ كانوا مفكرين اجنبي، مش عارف ليه بشكل صيني او ماليزي. اصحابي كانوا بيسموني ماليزي يعني. حتى لما اقول سجن طنطا كان بيقول لي الكوري فين. فهم خدوني. فايه خناقات بتاع. فجاء واد كده عمال بقى يشتم وكده بيستفزني، ده هنعمل فيك بتاع. قلت له ما تعرفش تعمل حاجه. المهم ايه، انا ما كنتش عارف ان يعني انا بتعامل عادي. ففؤاد بقى منهم شاف ان انا يعني ايه، من نوع مش بخاف، لا لازم اخوفه اكتر. فجاء عامل عليا الآلي كده ومشد الاجزاء، شد اجزاء. ده في كل ده انا لسه في الشارع في البوكس. انا قاعد في البوكس كده وهم بيعملوا عليا الفيلم. قلت له انت والله العظيم انت ما تستجر تبدا تشد الاجزاء اصلا. فهو الواد من كتر الاستفزاز هو كان اذكى مني، فعمل لف البتاع بالدبشك ظهر وقام ضاربني في عيني دي فضلت غرمه 3 شهور عشان الشجاعه يعني. فانا طبعا ايه ما خدتش بالي، فاخدت الخطبه كده بقى وايه. هو من دخلوا بقى 15 واحد كده طحن بقى. اول طبعا لازم تنام على بطنك. نام على بطنك يا ابني، نام على بطنك يا ابني. انا طبعا ايه قلت ما ينفع نام على بعض، انا يعني مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. فيا ريتني كنت نمت على بطني. انا وشي راح فاهمني. فانا كنت نايم كده، هم 15 واحد مش عارفين. انا طبعا مسكت بيبقى في كرسي كده في البوكس، فمسكت فيه. نام قلت له مش نايم، انا مش نايم على بطني، اعملوا انتوا عايزين. طحن بقى، ضرب. فايه بقى يبدا يمارس عليك بقى فكره، ولا مش لازم نخش في التفاصيل عادي. فكره بقى ايه، غني يا ابني مش عارف ايه. كان في اغنيه كده بتاع الشبشب ضاع كده. فقلت اغني مش مشكله، خلينا اهديهم شويه، انا بتضرب جامد. المهم جاي بقى بيقول لي ايه، هي نوع بتبقى نوع من انواع كسر النفس. هو لازم تكسر قبل ما ياخدك هناك بالظبط، فاهمني. وده بقى هم بيبقوا واخدين القرار. ممكن ان هم العساكر مش عارفين، بس هو بيبقى مدروس. انت لازم تظبط ده، تسويه وتجيبه لي. دي بقى ايه السيستم القديم اللي هو مش مدروس قوي، بس هم فاكرينه عشوائي. فهم اللي بيعملوا الكلام ده مش عارفين هو سببه ايه. هم بينتقموا وخلاص، بس هو عشان تروح مستويه. انا طبعا كنت بقرا في الكلام ده شويه فكنت فاهم. فهو جه بقى حته عايز بقى يكسرها خالص، فقال له ان امك بنت كده حاجه زي كده. انا قلت بقى لا ايه، اطحن بقى عبد الله بقى عشان ايه نفسيتك اهم. فقلت له انت تعرف امي دي؟ قال لي اه. قلت له دي احسن ام في الدنيا. انا اتجننه بقى انك ازاي بتقف قدام المنظومه. انا اتضربت يا سيف لدرجه يعني كله عند ربنا يعني. بس هو الفكره ان انا فاكر يوم ما نزلت عرفت انا اتضربت قد ايه. لما نزلت قدام القسم فهم بيقولوا لي انزل. انا طبعا مكلبش خلفي. انزل انا مش قادر اقوم اصلا. فهم شالوني حدفوني تحت قدام القسم. قوم يلا. انا بقى نايم كده، اقوم فين يا جماعه؟ انا قادر اقوم اصلا. انا بقى لقيتني طبعا ده من عند ربنا يعني. قوم يلا. المهم ايه، شيلوه. انا لقيتني بطلع السلم بتاع القسم ده، انا فاكره كويس. طالع وانا اصلا مش طالع، بس هم من كتر ما هم بيزقوني هم شالوني ومش واخدين بالهم هم شالوني. فانا طلعت بقول لك ما تقف يلا. قلت لهم يا جماعه ما انا طالع اهو. لحد ما وصلت عند ايه، رئيس المباحث. دخلنا عليه طبعا، تعالى يا ابني مش عارف كذا بتاع يا بتاع. اقف تتكلم، لا ما تدافعش عن نفسك، اسكت خالص. انا هو اللي شايف بقى كل حاجه انتوا كذا. بيفتح يفتش موبايلات بتاع يشوف لك حاجه يبقى انت لبست. انت كنت لوحدك في الدخله دي ولا كان لا كان بقى محمد معايا والدكتور محمد واسلام كانوا معايا. اسلام طبعا انا ما اعرفش هو فين. محمد اللي كان متاخد معايا وقتها. فاحنا داخلين مع بعض. طبعا انت دكتور، ده منظر دكتور يجي لي انت حاسبات. طبعا كان معاه ضابط كده تاني مش فاكر. كنت طالب وقتها في الجامعه. لسه فاكر حتى النرفزه اللي كان في تمثيليه جامده يعني. هو الموضوع هدا لما جه ضابط امن دوله. يعني وقتها جالنا ضابط امن، كان بيجي ضابط، ما كنتش انت تروح امن الدوله كان بيجي لك ضابط. طبعا هم طحنوني. فهو ايه، كان في واحد تاني متغاظ. اسلام كان هندسه والدكتور محمد طب وانا حاسبات. فيقول لي هو ما بيمسكش حد دبلوم صنايع ابدا. قلت له طب انا اعمل ايه يا باشا؟ يعني هو في دبلوم صنايع اكيد ممكن تروح تاخده يعني. قال انا هشوف. فجاله واحد تاني كده قاعد معاه وقاعد يسمع مني. لقيت فجاه التاني الباب مش عارف ده مين اصلا، مش فاكره لحد دلوقتي. ممكن يكون حد في امن الدوله برضه. قال له انت شكلك مش مصري يعني. شكلك مش مصري يعني. قلت له يا باشا والله مصري. هنا بتبتدي تشتغل نظريه المؤامره عند الضباط.
انا قلت طب كويس هيفكروني في مصر فنمشي بقى. ف دي بقى ازمه. قال لي فين بطاقتك؟ طبعا ما كنتش بنزل بغير بطاقه، يعني ما كنتش بنزل بطاقه وقتها عشان ما حدش ياخدها عليك وكده. البطاقه كانت بتبقى دليل ضدك مش هويه ليك. صحيح. فطلعوا لي بطاقه بعدها بيوم عشان يعرفوا انا مصري ولا لا. قال انا هشوف لك اطلع لك البطاقه عشان تعرف بس ان مصر واقفه معاك. التاني بقى يقول لي انت حاسبات؟ اقول له اه يا باشا. قال لي يعني ايه حاسبات دي؟ فعايز اقول له مبرمج بتاع، فقام قال لي مهندس يعني. قلت له يا باشا اللي انت شايفه يعني عشان اهديه تعصب اكتر. قال لي انت لازم تفهم حاجه، انت مهندس بالكاف سابقا انت تنسى الكليه دي خالص. هو بيقول لك انت داخل مرحله جديده بقى لانك قلت له يا باشا انا قلت في بالي سابقا يا باشا اهم حاجه ما تزعلش. 2014 كان جامعه. ايوه طبعا يعني هو عندنا في المنصوره، جامعه المنصوره كانت مبهدله الامن، في بيلففوهم وحوارات وفي دراسه مع بتوع هندسه طبعا قاعدين بيخططوا. فانت مهندس يبقى انت بتعمل انت كنت بتشارك في مظاهرات الجامعه؟ انا كنت بشارك في مظاهرات الجامعه وبشارك في مظاهرات التحالف وبشارك في اي مظاهره عشان مصر. على فكره انا كنت دايما شايف ان ده حقي كمواطن. اصل في ناس بيدخلوا السجن يقول لك انا ما كنتش بنزل. انا قلت للضباط كل اي ما في ضابط كان انا كنت بنزل مظاهره. انا مش ممسوك غلط لو ده الغلط. ليه؟ لان هو قال لي هو مفيش قانون في البلد يا ابني. قلت له يا باشا في قانون، في قانون يا باشا بيمنع ان انا اتظاهر. طبعا ما كانش لسه قانون التظاهر جه. قال لي يعني انت بتقرا قانون؟ قلت له اه انا مفيش قانون بيمنعني، فانا مع الحق ان انا اتظاهر، انا ما عملتش حاجه غلط. انا مش هضحك عليكم لما ما كنتش بنزل، انا كنت بنزل. هي دي هدته شويه عليا. هو كده كده هيحبسك يعني، حتى لما في ناس كتير حتى لو قال انت لك قلت ان انا مع السيسي اه ما انا هو شايف انه لازم يحبسك فبيحبسك. انا كنت متسق مع بلد شويه فقلت له لا انا كنت بنزل. طب انت كنت بتنزل ليه؟ عشان مرسي هينفعك في ايه؟ قلت له هي المساله اكتر لو عايز انا نازل عشان اصحابي يتاخدوا اللي في السجن اللي انت هتروح لهم دلوقتي. اللي انا اروح لهم. قال لي يعني اصحابك تبهدل نفسك؟ قلت له امال اسيبهم في السجن؟ صحيح. واصحابي دول محتاجين يمتحنوا، محتاجين يشوفوا مستقبلهم. يعني مرسي اتشال وفي خلاف سياسي كبير فوق. طيب بالنسبه للشباب دول وضعهم ايه؟ صحيح. انا مش هخش معاك في ان مرسي كان رئيس وكده واتشال، وانا مش هضحك عليك، انا صوتت لمرسي وعايزه يكمل. طب اصحابي انا ما اقدرش اتحكم فوق، فانا عايز صحابي، انا بنزل اهتف عشان صحابي. هنا انت خلصت مع المباحث خلاص جالك بقى ضابط امن الدوله. هم يعني كانوا شاكين ان ورايا حاجه تانية. وكان في مجموعات في المنصوره قضايا كبيره، فعايز اشوف انا عندي ارتباط بيهم ولا لا. حوارات كده طويله. فهو المباحث ما حسش ان هو انا بالذات. فجاء ضابط امن الدوله. انا عارف ان ضابط امن الدوله دخل، عارف انت فكره سيسيبو بتاعت الفيلم المتسول دي الماستر بيس بتاع عادل امام. فدخل هو طبعا مش شايفني لسه، دخل انا عشان كده حطها وراه، بعدين قعد هوبا لقاني قدامه. ايه ده؟ مين ده؟ فانا عمال اقول هو ايه في. فجاب الضابط معاون ساعتها المباحث قال له انتوا مش مغميينه ليه؟ نسوا. فانا قلت يبقى مش مغميينه يعني انا ابص في عينه على طول. فبصيت في عينه ان انا شفته يعني عشان الله اعلم ايه اللي هيحصل بعدين. بس هو الفكره انا كنت منتهي اصلا يعني. انا دي الحته دي انا شفتها بعد كده لقيتها حمر خالص. كانت ليا صوره نازله في النيابه، فانا اصلا مش شايف، انا مستوي زي ما بيقولوا. فمش حابه على حضرتك ليه يعني. فقال خلاص سيبوه نفس النص. قعد يتكلم معايا انت كنت تعرف فلان؟ يا باشا ما اعرفش فلان، ما اعرفش الناس دي اصلا. طب فلان جاي في مش انا يعني انت عملت ولا عملتش؟ انت نزلت مظاهرات ما سالنيش طبعا. انت بتتكلم مع ده. طب انت في جامعه ايه؟ سبع الجامعه متاكد؟ قال عبد الله يعني انت كنت بتنزل مظاهرات بس وبتاع. طب ليه؟ يعني هو حاول يوصل لحاجه انا لحد دلوقتي مش عارف هي ايه، بس هو كان عايز يعلي ليفل القضيه انها تبقى حاجه احسن. فما لقاش. طبعا انت تعرف محمد، تعرف اسلام يا باشا؟ انا ما اعرفش الناس دي. يجيبوهم يقول له ده هم قالوا عليه ايه؟ شغل اللي هو المعروف ده. قلت له لا، قلت انا اثبت على رايي خلاص، اللي عايز يعمله يعمل. بس هو ما قعدش معايا كتير. ده كان فكره ان برضو قلت ان الضرب ده كان مفيد بس ما تاخد ضرب تاني يعني. انت لو كنت ممكن تضرب تاني. فهو فكره التهيئه النفسيه اللي كانت هتحصل هو شافها موجوده فيا. ده الموديل الموجود ده تمام خلاص هنكمل عليه. فالموضوع خلص على كده يعني. خلاص انت هتنزلوا قضيه. الفكره اللي كان الكلام ده استمر قد ايه؟ كام ساعه؟
هو كان طول الليل يعني، احنا ما طولناش يعني. اعتقد احنا خدنا العشاء ونزلنا بقى الحبسخانه كان الساعه 2 بالليل. انا حسب ما فاكر ان انا نزلت حد تحت كان الساعه 2 بالليل. يعني انت بتتكلم في حوالي 6 ساعات. ما كملوش يعني، هو كانوا عايزين يعملوا قضيه والدنيا تمشي وتمام. في موقف طريف حصل، هو برضو عنده نظره كده ان احنا ناس، ودي حقيقه انا بحب دايما اقول الموضوع ده، حتى لو هم ضباط احنا مختلفين معاهم، في سنه احترام رغم كل البهدله اللي احنا فيها دي. فقال لنا يعني انا مش عارف، احنا طبعا داخلين النار كده والله، شايفين المخبرين دول كلهم ده جهنم على طول اللي احنا بنعمله ده، بس يبقى نعمل ايه بقى، ربنا يسامحنا. فقلت له يا باشا لا يعني، فدكتور محمد قال له يا باشا دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا، مساله النار والجنه دي مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. قال لي يا ابني انت طيب قوي، انتوا ناس محترمه جدا، انا بقول لك دول داخلين النار، بص على الاشكال دي كده. فانا بصينا يا محمد كنا هنضحك، دي منظر ناس تخش الجنه داخلين النار، انتوا بس ناس طيبين. على المخبرين اللي موجودين، المخبرين صح يا باشا، ها ها ها. بس فنزلنا الحبسخانه على الملف الادوات ده، كانت حاجه يعني غريبه جدا. هو فاهم طبعا الدنيا، هم يعني عبد المأمور. بس فنزلنا الحبسخانه ولقينا ناس كانوا طالعين وقتها قعدوا يفهمونا الفرق بين السجن والاسم، وانطلقت المعركه اللي استمرت 4 سنين 4 سنين ونص. والشوف يضيع في العمى والضلمة والأحزان، والخوف يطيح في البشر من قسوة السجان، الناس تخاف بعضها وتخوف السلطان. 4 سنين ونص بدأت من يناير 2014 وانتهت في منتصف 2018. أنا طلعت في شهر 5 2018. انت مريت بكام سجن في المرحلة دي؟ والله انا رحت سجن يعني جمصة. انت من الاسم المنصورة، اسم اول منصورة الى سجن جمصة كتحقيق، كنت لسه ابيض. تمام. قعدت سنة تحقيق، فقعدت في سجن جمصة كان لسه جديد، اعتقد بتاع 2012 11 مش فاكر، كان سنة يعني سنتين. انت كنت من الدفعات الاولى. احنا يعتبر فتحنا العنبر السياسي. صحيح. بعد كده بدأ في 1000 سجين بعد كده. ده كان بالنسبه لسجون اخرى كانوا ناس يعني نفسها تروح تترحل على هناك. لا هو كان سجن جميل جدا، خصوصا حقيقي كان جميل جدا. انا عايز اصلا انا اتحبست في السجون، فانا ممكن اقول لك اصلا يعني انت مثلا عايش في مكان، السجن في الاول وفي الاخر بيبقى حياه رتيبه يعني مع الوقت. فانت لا لازم تقول السجن ده كان كويس ولا وحش، لان في سجن وحش ده ما كناش نعرفه لسه. انت في يعني ايه سجن وحش. خلينا نكمل مرحله السجون. انت خلصت جمصة، قعدت سنه في جمصة. من جمصة على فين؟ على وادي النطرون. عادل على وادي النطرون. انهي سجن في وادي النطرون؟ الملحق وادي ده بعد ما اتحكمت بقى لبست ازرق. خلاص هنا انت اتحكمت سجن مشدد بقى خلاص. من وادي النطرون على فين؟ وادي النطرون بقى هو بقى السجن المركزي، تذكرتي ملفي وادي النطرون. اعتمادك بالمعنى الاصح لغه السجن يعني. ايوه اعتماد. بعد كده انا بقيت انزل المنصوره جلسات، كنت بعمل استشكال على القضيه. سجن المنصوره، فده سجن المنصوره. وكنت بمتحن لان كليتي في طنطا، فكنت بروح سجن طنطا. يعني عليه لعنه الله. هو كان الجماعه بيقولوا لنا ان سجن وادي النطرون هو واد غير ذي زرع. ده حقيقي صحيح. بس اكتشفت ان في بقى في بلاد العجائب، يعني عبد الله ان ويندرلاند. لا سجن طنطا كان اسواهم لاسباب نفسيه اعتقد يعني. لا ما فيهوش حمامات. مفيش حمامات. لا هو في حقد كبير على السياسيين. غير كده الناس اللي هناك انا مش عارف كانوا يعني ايه الفكره، لكن كان هو طبعا كل سجن ليه نمطه واسلوبه وعادات وتقاليد على فكره. يعني ممكن هم طنطاويه اللي كده، مع ان انا اعرف ناس طنطاويه يعني. مش عارف. السجون المصريه رحله كبيره، ومن هنا تبدا يعني الحلقه بشكل مركز. صور من حياه السجن بالمعنى الاصح. كنا في وقت سابق تحدثنا انا وعدد من الزملاء على كلاب هاوس، الكلام ده من سنين يعني، وكنا عملنا حلقه او جلسه مره سميناها عن النومه والاكل. وانت شاركت معانا فيها. كنا اتكلمنا فيها عن النوم، اتكلمنا فيها عن الزياره، اتكلمنا فيها عن الاكل جوه الزنزانه، اتكلمنا فيها عن المذاكره جوه الزنزانه، اتكلمنا فيها عن الحياه اليوميه.
الحياه اليوميه الرتيبه اللي في ناس بقالها 10 سنين عايشاها بنفس النمط، ما بتختلفش معاهم يوم بعد يوم. عبد الله عنده مخزون من الذكريات في الصور اليوميه، وفي مخزون لطيف يعني بيحسك الكوميدي يعني العظيم ودمك الخفيف. لكن انت فرق لي ما بين السجون دي كلها. يعني هبتدي معاك بسجن جمصة، وهو اكثر السجون رفاهية من وجهة نظرك ومن وجهة نظر كثيرين. انا يعني اعرف سجن جمصة الناس اللي راحته ما رحتوش، وسجن وادي النطرون وهو السجن الاكثر اللي انت قعدت فيه اطول مدة، والسجون الاخرى زي سجن طنطا والمنصورة والسجون الاخرى. احكي لي وانت داخل سجن جمصة، انت رحت بعد قد ايه قاعدة في الاسم؟ ممكن دخلنا في 3 شهور. 3 شهور في الاسم، اللي هو كانت ناس بترحل واحنا لا. انا مش فاهم كان ايه الموضوع. بس كانت يعني اعتقد اسم سوء الاسم يعني كان سيء جدا، اللي خلانا لما رحنا السجن بتاع جمصة حسينا ان في فرق بون شاسع في المعامله، في الراحه، في المساحه. اوصف لي الزنزانه اللي انت كنت عايش فيها في الاسم المنصوره. يعني انا مش عشان ما نطولش هذه الزنزانه، لا اوصف لي. انت كنت قاعد في زنزانه واحده، اتنقلت من اكتر من زنزانه، كان فيها حمام واحد، حمامين، اللي بتفتح عليكم كم مره في اليوم، هل في تريض مفيش تريض؟ دي اسئله انت المشاهد او المستمع لما بنكلمه عن زنزانه معينه، هو في ناس كلمتني بعد عدد من الحلقات وقالت لي احنا كنا مفكرين زنزانه فيها سراير. ده التخيل اللي هو الويدي بالظبط، التخيل الافلام المصريه، او متخيلين انه في نبطشي بالمعنى اللي موجود في السينما، متخيلين الاكل بيجي بالشكل الفلاني، او ان انت مثلا بتطلع تاكل في ميز او تاكل في يعني في مكان كبير. أيوة. بتاع عساكر في وجبه بقى وكده، او في وجبه مثلا كل يوم. في حاجات اللي هي بتسعى السلطه لتصديرها في الافلام الوثائقيه اللي هي بتعملها. لكن الحقيقه غير كده خالص. 10 سنوات وقبل ال10 سنوات دول ايام فتره مبارك كانت الناس بتعيش جوه السجن بطريقه معينه، لربما هي الان اكثر سوءا او اختلفت بشكل او باخر. في اسم المنصوره انت قعدت 3 شهور، انا كنت متخيل فتره اقل من كده، لكن انا والله كنت متخيل برضه ان ممكن تبقى بس للاسف يعني كنت اتمنى يعني. ازاي كانت الزنزانه هنا؟ كان فيها كم واحد؟ بص، هو من اسوأ الفترات، لان احنا كنا لسه انت جديد بقى، فبتاخد على الوضع هنا. دي مرحله الانتقاليه. فانت داخل بين عالمين يعني زي ما بيقولوا. فيعني الدخله يا جماعه انا داخله كده، امال بعدين هنعمل ايه؟ انا دخلت انا يعني هديك يعني زي ما بيقولوا سينس يعني لقطات سريعه عشان نخش في تفاصيل قوي في المساله دي. انا دخلت لقوا لي مكان جنب الزباله، مفيش مكان اصلا، مفيش موطئ قدم. فكنت انا قاعد دكتور محمد. كم ساعه الزنزانه؟ ايه كم ساعه الزنزانه مرتاح ولا بالله احنا كانت واخدين؟ لا بالساعه اقصد كم متر. لا انا ما اعرفش بصراحه كم متر يعني، لان ما كانش معايا حاجه ان انا اقيسها، ولا بالوايم كده، ولا لا. ما اقدرش احددها لك يعني. لكن هي كان يعني هنقول مثلا 100 وشويه متر يعني، ممكن تجيب. فيها كم بني ادم؟ احنا كنا لا ما اعتقد المكان مساحه ده كنا في 100 وشويه. 100 وشويه يعني ممكن 160 ولا حاجه. 160 انسان في زنزانه؟ ايوه. كنا جنائي كمان، ميكس مع جنائي وسياسي. فانت بتتكلم في سحابه دخان 24 ساعه من السجاير. انا بقول لك اهو طبعا سجاير بس يعني سجاير وكل حاجه. فانا كنت قاعد جنب الحمام. هي الفكره ان انا ما اقدرش اقوم عشان لو قمت المكان هيتاخد. نعم. ده هم عشان احنا كنا متبهدلين فادونا المكان ده. انت كده يا باشا. فانت ايه تصلي مكانك، تعمل كل حاجه وانت قاعد مكان. انا الحمد لله كنت ممسوك بهودي. كان في واد كده انا كنت داخل هادي يعني، مش عايز اتخانق مع حد، بس واد كان في اخر الزنزانه الناحيه الثانيه، كان يرمي قرشه الموز دي كل يوم في نفس الميعاد، فتخبط في الكيس فيطرطش على وشي، فتيجي على الدكتور محمد يتضايق، وانا بقى حاطط الهود كبر دماغك خلاص بقى تاكل بقى وتشرب كده، نايم وانت قاعد.
انا عايز اقول لك انا شفت شباب ودول شباب اتبهدل جدا، الشباب اللي كانوا تحت السن او بيسموهم الاحداث، اللي هم تحت 18 سنه. كانوا بيعملوا دوريات في النوم. يعني انا في عيال بقى لدرجه ان هم كانوا درجه الاحترام والتربيه ممكن هو هيتبدل ورديه مع حد، فالتاني ما يرضاش يقوم مثلا نومه تقيله فيكمل، ما يقولوش، ما يقدر يستحي يقول له مثلا ايه بعد اذنك انا عايز انام. هنا بقى جاء دور ان الناس بقى اللي بتدور، يعني الدكتور محمد كان دايما يحب يشوف الحاجات دي، فكان لو الواحد كده ممكن يضربه الشالوت يقومه. ما ينفعش واحد هيقعد يومين مش نايم، العيال دي كانت ممكن تقعد يومين مش نايمين. انا شايف الشباب دول هم اكتر شباب اتاخد منهم طاقه اتحط عليهم زي ما بيقولوا بالمعنى. في الفتره دي اعتقل الاف من الشباب تحت السن، من الثانوي، يعني شباب في سن الثانوي بالظبط، وشباب يعني اقل من 18 سنه كانوا كتير جدا، كنا بنراهم داخل السجون بشكل اصبحت ظاهره في 2014. وده كان بسبب اتساع قطاع الناس اللي رافضه او الناس اللي بتشارك بالمعنى الاصح. الفئات كانت كبيره جدا، في اللي هم ما عرفوش يحبسوهم، اللي هم بتوع الرعايه دول ما لهمش سجن اصلا، شباب عندهم 11 سنه او كده، فروحوهم دول بيجوا يومين ويروحوا، بس يقول لنا برضه عادي يعني. دي كانت مأساة، يعني بالنسبه لي دي كانت مأساة، ان انا طبعا كنت قاعد براقب بقى، فدي كانت مأساة بالنسبه لي. يعني من الحاجات برضه انا فاكر لما رحت السجن وكانت حسيت ان انا كنت مفتقدها فكره الحمام، كان في ستاره، فكان الجناين يخشوا مع بعض، يعني 2 بيعملوا حمام، واحد كان في التليفون، 3 كده مثلا، فاحنا لا، واحنا لازم نوقف واحد تأمين تخش حمام تأمن عليه، بس هو هيقوم مش فايق فيفتح. الحاجه الثانيه ان انا بعد الفتره دي كنت بسجد. يعني احنا كنا خدنا فتوى ان انت يعني خلاص السجود زي الركوع. دي كانت بالنسبه لي حاجه مختلفه. يعني انا فاكر كان معايا النوته بتاعتي كاتب لما رحت السجن طبعا سندت ظهري كده معايا فرشه، طبعا انت كان معروف فكره انت تنام سيف، مفيش حاجه تنام على ظهرك، دي جنايه لو نمت على ظهرك، انت قاعد في بيتكم طبعا تنام على ظهرك، مساحه كبيره تنام على ظهرك. ده انت بقى كنت بتلبس بقى ايه خلف خلاف، فممكن تاخد رجل واحد بشرابه او عشان ايه تقلل مساحه، يعني انت بمعنى انه الناس ان انت بتنام على جنبك، ايوه بس دماغك او راسك عند رجل التاني، الشخص التاني، والعكس ان انت رجلك عند راسه هو بالظبط، فنايمين يعني نايمين كده. هو خلف خلاف غير التسييف. ليه يا جماعه؟ هو التسييف هو ان انا باخد مساحه عشان ادي مساحه اكتر، لكن خلف خلاف هو ان انا بضيق بقى الثغرات دي كبس كده، بتلزق في جلد اللي قدامك على طول. فانت لازم تحضن، يعني انت بتوصل تحضن، لو انه صعب او كده مشكله. الحمد لله انا كان نومي ان انا بنام وخلاص كده، في ناس كان لا، كان انا شفت ناس كانت بتدي بشلاليت يعني بس دي يعني عوره فمش هنتكلم فيها. صحيح، اصل هو مش مشكله ان واحد يبقى نومه تقيل، يعني انا بخصص المفروض الاصل انا اخصص مكان للسجين حتى لو سجين ده حقه، لا الكلام ده يعني كان من الخزعبلات يعني بتتكلم في احلام بالنسبه هي الازمه ان احنا كنا رايحين المنصوره بعد تفجير مديريه، كان المديريه الاسم اصلا تحتها، يعني اسم اول ده تحت المديريه كده، فكانوا متضايقين جدا والناس كانت كانش بتتكلم يا حقوق يا جماعه، فاحنا داخلين مش فاهمين، فكله قاعد على السيستم. الشفاط لو فصل مثلا جو حر نار وفي عز الشتاء يعني سيبك من الخليج يعني نار نعم. فلا هو الاسم كان مكان انت قاعد، انا بقى يعني فكره ان انا اقعد بقى الانتظار ده فلسفه لوحده في السجن. الانتظار ده جزء من التعذيب، انا شايف ان هو من يعني انا لدرجه ان الانتظار حتى يعني في فرق بين الصبر والانتظار والرضا. ايه الفرق من وجهه نظرك؟ فرق كبير، ان انا راضي بحالي او بالوضع ده، دي بتاعت ربنا وبتاعت الشخص من جواه. فاصل في ناس بتعمل ميكس بين يقول لك ده ساخط، لا هو ممكن يبقى راضي تمام وصابر، لكن الصبر بيتعبه، الانتظار بيتعبه عادي. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر ده بيأثر على نفسيتك. الانتظار ده يعني علي عزت بيجوفيتش بيتكلم في النقطه دي ان الله يرحمه، ان في فكره بين ان السجن في فائض من الوقت تمام، ولكن في ضيق في المكان، ساعه من الزمان وضيق من المكان. دي كارثه في السجن لو انت ما عندكش حاجه تعملها. يعني انا مثلا بحب القراءه، الكتابه والتفكير بقى داخل
خلينا بقى ادب السجون بقى، نشوف بقى السويسكي ولا نشوف اي حاجه، ولا غرامشي يعني. المهم فالفكره لا، انت داخل تشوف الليمبي وعبده عبده السنكاف. عبده السنكاف، بس عبده السنكاف كان جدع جدا. فعلا في شخص حقيقي اسمه عبده السنكاف؟ يا عبده السنكاف ده كان تاجر سلاح، بس كان شخص رجوله، انا كنت بحبه، كان بيصلي معانا يعني. الليمبي كان النبطشي يعني. عبده السنكاف ده في الليمبي فعلا. ايوه تمام. ده الليمبي ده صاحبنا برضه. لا ده اسامي كتير، وفي ابراهيم ابو شنب وكان علي ابو شنب. دي شخصيات جنائيه. خليني اسالك سؤال انا بساله الناس كتير دايما، هل انت اكتشفت عالم الجنائيين جوه السجن، ولا انت كنت تعرف الناس دي اصلا قبل ما تخش؟ لا انا كنت اعرف الناس بقى، لان انا كنت احب اتعرف على شرائح المجتمع، لكن انا الشريحه دي بالتشكيله دي جديده، كانت جديده عليا. يعني انا اعرف بلطجيه، لا البلطجيه طلعوا درجات، الجنائيين درجات. في تاجر سلاح، في واحد جاي في معزه سارق معزه حرفيا، مش بهزر، سارق معزه. فده في نظرات، في طبقيه. يعني عبد السنكاف ده مره دخل ضرب الاوضه كلها، كانوا بيتفقوا عليه، فهم فاكرين يعني لازم انت تثبت بوجوده، وخد النبطشيه. انقلاب في 6 والله احلى انقلاب شفته، 6 دقايق حسب الموضوع. كان في تجار مخدرات تانيين بتوع مخدرات عايزين يعملوا عليه ويضربوه، يوقعوا يكسروه يعني. نعم. طبعا ما كانش فاهم الكلام ده، هو جاي قاعد ومتواضع. دي فكره بقى، التواضع في السجن دايما مش حاجه كويسه، لازم تثبت قوتك بشكل ما او مواهبك. هو مجتمع، هو دخل قعد فعبد السنكاف ده ما كانش عارف ان هو تاجر سلاح ولا مش عارف 15 آني حاجات كده غريبه. فدخل قعد وكبر دماغه، فالعيال دي كل شويه اتضايق. فهي في 3 شهور في الاسم علمتني برضه شويه حاجات. ففجاه كان له واحد صاحبه كده بيحبه، عارف انت الواد بيعمل له شاي وكده، وشايفه كبير بس مش كله شايفه كده. فجاء عنده سجاف مره بالليل كده، لقى التاني بيديله حاجه كده معلقه، طبعا قعد كل يوم يسن كده على الارض على الاسفلت كده، فبتبقى زي السكين نصله. فوقت كده كان هو اللي واخد الزعامه، مش فاكر بصراحه اسمه، بس كان دايما بيتأتأ في الكلام كده. المهم فجاه بتاع طلعت وقام ضربه، جام الحوش بتوعه ضربه واحد. شوف بقى فعلا شغل الزعامه بجد. كيف قال لهم يا ولاد كذا، اللي هيعمل كذا هعمل كذا. طبعا السلطه اللي كانت موجوده قبل كده في الزنزانه كانت لا تحترم الصلاه، لا تحترم الشعائر يعني، واخدينها بلطجه كده، واحنا كنا بنعديه. يقول لك مثلا انتوا بتساعوا نفسكم، ده انتوا طبعا للاسف السياسيين بيبقوا عندهم نوع من الدروشه والدينيه وكده، فهو يضحك عليك عشان ياخد مكان زياده، فيقول لك انتوا بتساعوا نفسكم، الاخوه اللي في بينكم دي حلوه هو واكل حقك. جه عبد السنكاف مفيش حد اسمه يضايق وقت الصلاه بعد ما سيطر على الانقلاب السريع ده. والله العظيم هي كانت حركه، بس كان عنده نبل رهيب، والزنزانه هدت بقى فيها قوانين كده، هو مش فايق، هو اصلا عايز يروح. تخيل ان عبده ده اتبرأ وتروح بعد حوالي 3-4 شهور عشان عمل الخير اللي عمله، عشان عمل الخير. فتحيه لعبد السنكاف. اعرفكم جميعا ان السجن سور، واعرفكم جميعا ان الفكره نور، وعمر النور ما يعجز يقطع 1000 سور، وعمر السور ما يقدر يعجز بنت حور.